هعمل لكم النهارده فراخ مشويه بتتبيله سهله جدا جدا وكمان طعمها حلو. وهعمل لكم كمان جنبها شويه رز بسمتي وكده لزوم الدلع. يلا بينا نشوف هنعملهم ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هتبل الفراخ بتتبيله سهله. جبت بصل وفلفل احمر ضربتهم في الكبه، بعد كده حطيت عليهم ليمون وزيت زيتون والبهارات ملح وفلفل وبابريكا والسبع بهارات وبهارات فراخ كمان وشويه قرفه كده وزنجبيل. حطيت معلقه كبيره من دبس الرمان بيدي طعم حلو جدا. بعد كده الفراخ كنت غسلاها كويس، غسلتها كده بالسكينه وحطيت عليها التتبيله، ويفضل انها تبات في التتبيله دي من قبلها بيوم. طريقه السوا بقى بتاعتنا سهله جدا. جبت الصواني وببدا ان انا ارصصها فيها تمام. بحط الكميه كلها في الصواني وبحط كمان الباقي من التتبيله عليهم وبغطيها بورق فويل وبدخلها الفرن. عبال ما الفراخ تستوي معانا تعالوا بقى ما نعمل الرز البسمتي بتاعنا. جبت الزيت حطيت عليهم بصل تمام، بعد كده حطيت عليهم جزر مبشور، بديهم كده لون لحد ما ياخدوا لون ذهبي. بعد كده بنزل عليهم بالبهارات الحب بتاعتي اللي هي الورق اللورا والحبهان والقرنفل والليمون اللومي وعود قرفه كده حلو. بديهم كده تحميره مع بعض تمام. انا ما بديش البصل لون، بديله بس لحد ما بيبقى اللون الذهبي بتاعي، وحطيت عليه باقي البهارات وهي عباره عن ملح وكاري وكركم بهارات فراخ. لو عايزين كمان تحطوا مرقه دجاج حطوا مرقه دجاج. هنزل عليهم بالرز البسمتي، انا نقعاه من قبلها بساعه طبعا. بعد كده حطيت له الميه بتاعته. كوبايه الرز البسمتي بتاخد كوبايه ونص ميه عاديه. هنا الفراخ دي خطوه اختياريه، حطيت لها كده فحميه في الفرن تمام. دي شكلها وده لونها بجد حلوه جدا وطعمها كمان حلو. بيتغرفوا بقى على الرز وتاكلوا احلى طبق رز بسمتي بالفراخ. جايبه لكم تطبيق اكلات سهله وسريعه بيشتغل من غير نت، هسيبه لكم في التعليقات تحت او في البايو. اكتبوا لي في الكومنتات تحت بتتابعوني منين، واهم حاجه لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بحمي